صوت يا ولاد. قلت له ليه؟ ما شاء الله عليك. وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن لله عبادا فطنا. ركز بس في الكلام عشان الكلام مهم شوية. شباب الأطفال النهارده الناس كلها تعطل علشانهم. الكلام اللي هقوله كلام مهم ليكم انتوا شوية. ركز وركز. إن لله عبادا فطنا. الفطنة يعني إيه؟ يعني أذكياء بيفهموا بسرعة. دول عباد ربنا اللي ربنا اختارهم وخصهم يحفظوا القرآن. يعني الكلام ليكم انتوا يا شباب. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطنا جعلوها لجة وجعلوا سائر الأعمال فيها سفنا. ويقول أحد الأحبة: الحب حبة، الحب حبة غرست في أرض محبة ورويت بماء المحبة. الحب إيه؟ حبة بيمثلوا بحباية القمح أو حباية الذرة أو أي حباية بتحطها في الأرض فبتطلع حبوب. غرست يعني زرعت في أرض المحبة ورويت بماء المحبة فأنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. إذا وقعت منها حبة في قلب الحبيب لهامت في رضا المحبوب وليس لنا محبوب إلا مين؟ الله سبحانه وتعالى. ده إيه؟ ده كتاب ربنا. ده إيه؟ مصحف اللي احنا بنقول عليه المصحف اللي احنا بنحفظ فيه. ركز بقى في اللي انا بقوله ده. الصفحه في المصحف ده فيها كام سطر؟ 15 سطر. شطار. كل سطر فيه كام كلمه؟ كل سطر من السطور اللي في المصحف دي فيه كام كلمه؟ طب واقل كلمه فيها كام حرف؟ طب سمعتوا الحديث اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طب 15 سطر نقدر ناخد منهم كم حسنة في دقيقة؟ 15 سطر. خلي بالك اوزن بقى الكلام ده بميزان الذهب. 15 سطر في المصحف فيهم كم حرف؟ 15 سطر دول فيهم كم حرف؟ بتاخد بكل حرف حسنة واحدة. طب ممكن تاخد 10، ممكن تاخد كام؟ 10 في حرف واحد. طب ممكن تاخد 700 في حرف واحد. طب ممكن ربنا يضاعف لمن يشاء. يعني صفحة واحدة ممكن تطلع منها بمثلا 15,000 حسنة. لو انت خدت على كل حرف بس 10 حسنات. طب لو ربنا كرمك بقى وكنت من المتقنين والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. النبي كان قاعد مع الصحابه وعمال يتكلم عن الجنه وعمال يتكلم عن النار. فبيقول لهم 70,000 من امتي يدخلون الجنه بغير حساب. قالوا له: يا رسول الله 70,000؟ قال: نعم. فقال رجل: اسأل لي يا رسول الله أن يدخلني الجنة. فقال: هي لك. خلي بالك انك لما يجي لك الخير وتشوفه تطلبه على طول، ما تستحيش وما تكسبش. واحد ثاني قال له: يا رسول الله انا عايز ادخل الجنة معاك. قال له: سبقك بها عكاش. صاحبك اللي قاعد معايا هو اللي سبق. ودايما ربنا بيقول: وسارعوا. ربنا بيقول: وايه؟ وسارعوا. يعني انا باخد مثلا 20,000 حسنه في صفحه. امال انا هاخد كام في المصحف؟ كام الف حسنه في المصحف؟ فربنا بيقول لي ايه؟ ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ايه؟ ذكرى
للذاكرين اللي بيفهم وبيركز. شباب نركز شويه، الكلام ليكم والله، الكلام ليكم، ركزوا معايا. انتوا حافظوا القران وبنبني عليكم، انتوا حافظوا كتاب الله وبنبني عليكم، يعني انتوا الاجيال اللي جايه. فضلت الشيخ من شويه قال البناطيل المقطعه والحلقه اللي مش عجبانا واللي مش عارف ايه والكلام اللي هل يليق لحافظ كتاب الله ان يسير في الشارع ويرتدي بنطال ممزق، بنطلون مقطع، شورت فوق الركبه، سلسله، حلق شعره بالطريقه المستفزه دي؟ لا يليق ابدا. فخلي بالك، انت اتحملت امانه هتعمل لك شويه قيود، يعني مش هتعرف تمشي في الشارع وانت عامل زي الكلام اللي احنا قلناه ده. وعشان كده ربنا بيقول ان الحسنات يذهبن السيئات، والجنه عشان تدخلها لازم تشمر ليها قوي، تشمر وتستعد وتمنع نفسك من الهوى. تمنع نفسك من الايه؟ من الهوى. الهوى اللي هو الشيطان او مزاجك اللي مش كويس. فرساله القران يا شباب، ربنا بيختار ان الله اصطفى ادم ونوح، وحفظك لكتاب الله هو اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لك انك حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا بد ان تتحمل هذه المسؤوليه. وكذلك الكلام للبنات، البنات اللي بتلبس بنطلونات جينز وضيقه والمش عارف ايه لا يليق بحافظه كتاب الله ان تسير في الشارع وهي بهذا المنظر. برضه القران بيأيدك عشان تحتشمي